اهلا بيكم ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة فيديو ال50 سؤال على رابع درس عندنا في الوحدة التانية بعنوان صلاح الدين الايوبي وصد الخطر الصليبي. وبعد ما نحل مع بعض الاسئلة دي سؤال سؤال هتلاقيني سايبها لك تحت الفيديو على طول علشان تحملها وتطبعها وتذاكر منها براحتك. ويلا بينا نشوف اسئلة رابع درس عندنا بتقول ايه. وأول سؤال عندنا سؤال أكمل وبيقول لي الحملات الصليبية هي حملات عسكرية جاءت من، أقول له جاءت من أوروبا. الحملات الصليبية جاءت من أوروبا. طب رقم 2، سيطر الصليبيون على بعض المدن في بلاد الشام نتيجة ضعف الدولة. أقول له نتيجة ضعف الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية في الوقت ده كانت دولة ضعيفة، وبالتالي قدر الصليبيون يسيطروا على بعض المدن في بلاد الشام. طب رقم 3، رغبة الأوروبيين في الحصول على ثروات الشرق من الدوافع ايه؟ يعني الأوروبيين لما كانوا عايزين ياخدوا الثروات بتاعة الشرق دي أسباب أو دوافع ايه؟ أقول له من الدوافع الاقتصادية، يعني من الأسباب الاقتصادية للحروب الصليبية. طب رقم 4، الرغبة في تأمين طرق الحجاج المسيحيين إلى كنيسة القيامة من الدوافع ايه؟ أقول له دي دوافع الدينية، يعني من الأسباب الدينية للحروب الصليبية. طب رقم 5، رغبة ملوك أوروبا بقى في تأسيس مستعمرات لهم في الشرق من الدوافع. أقول له دي الدوافع السياسية. يبقى احنا عندنا 3 دوافع، يعني 3 أسباب للحروب الصليبية. دوافع اقتصادية لأن الأوروبيين كانوا عايزين ياخدوا ثروات الشرق. دوافع دينية كانوا بيقولوا احنا جايين نأمن طرق الحجاج المسيحيين. دوافع سياسية قال لك ملوك وأمراء أوروبا كانوا عايزين ييجوا يعملوا مستعمرات في الشرق. ادي دوافع سياسية. يبقى احنا عندنا 3 دوافع، يعني 3 اسباب للحروب الصليبية. طب رقم 6، تنسب الدولة الايوبية الى مين؟ اقول له الى طبعا صلاح الدين الايوبي، هو مؤسس الدولة الايوبية في مصر. طب رقم 7، عقد صلاح الدين الايوبي هدنة مع الملك بلدوين الرابع ملك، اقول له ملك بيت المقدس. صلاح الدين كان عمل هدنة مع الملك بلدوين الرابع ملك بيت المقدس، الكلام ده بعد ما انتصر عليه. طب رقم 8، تسببت جرائم إرناط بحق المسلمين في نشوب معركة ايه؟ إرناط واللي عمله كان السبب في قيام معركة ايه؟ اقول له كان السبب في قيام اشهر معركة في التاريخ الاسلامي وهي معركة حطين. طب رقم 9، انتصر صلاح الدين الايوبي على الصليبيين في معركة، اقول له على طول في معركة حطين. اول ما تلاقي كلمة صلاح الدين اعرف ان المعركة اللي انتصر فيها على الصليبيين اسمها معركة حطين. طب رقم 10، حاول الصليبيون استرداد بيت المقدس بقيادة ملك انجلترا مين؟ اقول له ملك انجلترا اللي كان جاي بحملة جديدة علشان يرجع بيت المقدس من ايد صلاح الدين كان اسمه ريتشارد قلب الاسد. اسمه ايه؟ ريتشارد قلب الاسد. طب رقم 11، عقد صلاح الدين وريتشارد قلب الاسد صلح ايه؟ قال لك لما ريتشارد جه ما قدرش ينتصر على صلاح الدين والحمله بتاعته فشلت، وبالتالي عمل مع صلاح الدين صلح اسمه صلح الرمله. كمان رقم 12 بنتكلم على نفس الصلح وبيقول لي أقر صلح نقط السماح للمسيحيين الأوروبيين بالحج إلى بيت المقدس. أقول له صلح الرملة. في صلح الرملة قالوا إن إحنا هنسمح للمسيحيين الأوروبيين إنهم يجوا لبيت المقدس عادي. طب رقم 13، توفي صلاح الدين الأيوبي بعد عقد صلح إيه؟ أقول له على طول بعد ما عقد صلح الرملة توفي صلاح الدين الأيوبي. طيب رقم 14 بيقول لي أتم السلطان نقط بناء القلعة واتخذها مقرا حكمه. القلعة اللي بناها صلاح الدين الأيوبي مش هو اللي كملها، أمال السلطان مين اللي كملها؟ أقول له السلطان الكامل. أما بقى عن آخر سؤال عندي في الاختيار بيقول لي نقل الخديوي إسماعيل مقر الحكم من القلعة إلى، أقول لك عارف أنت القلعة اللي بناها صلاح الدين الأيوبي؟ واللي كملها السلطان الكامل؟ أيوة، كانت ده المكان اللي كان بيحكم منه حاكم مصر. الكلام ده فضل لحد ما جه الخديوي إسماعيل وقام ناقل مقر الحكم من القلعة إلى قصر عابدين. الى ايه؟ قصر عابدين. ايوه، الكلام ده كان في منتصف القرن ال19. طب يلا بينا نخش على تاني سؤال عندنا وهو سؤال صح وغلط. ورقم 1 بيقول لي الحروب الصليبية كانت عبارة عن حملات عسكرية قادها ملوك اسيا. اقول له غلط، اللي قادها ملوك اوروبا مش ملوك اسيا. طب رقم 2، نجحت الحملات الصليبية نتيجة ضعف الدولة العباسية. أقول له صح، الحملات الصليبية في الأول قدرت تنجح وتنتصر على المسلمين وتحتل 4 مدن في بلاد الشام بسبب ضعف الدولة العباسية.
طب السؤال اللي جاي بعد كده بقى مختلف، يقول لك ايه بقى؟ اتسمت الدولة الإسلامية بالقوة والاتحاد عند مجيء الحروب الصليبية؟ اقول له غلط، ده كانت دولة ضعيفة. الدولة الإسلامية في الوقت ده، واقصد بها هنا الدولة العباسية، كانت دولة ضعيفة، لانها لو كانت دولة قوية ما كانش الحروب الصليبية تنتصر علينا وتستولى على المدن في بلاد الشام. طب رقم 4 بيقول لي قتل الصليبيون آلاف المسلمين العزل. أقول له صح، لما الصليبيين جم بلاد الشام قتلوا الآلاف من المسلمين العزل، قتلوا آلاف من المسلمين اللي معهمش حتى سلاح. طيب بالنسبة لرقم 5 عندي بيقول لي أحد الأسباب الدينية للحروب الصليبية هو تأسيس مستعمرات في الشرق. أقول له غلط. ليه؟ أقول له تأسيس مستعمرات في الشرق أحد الأسباب للحروب الصليبية، ولكن الأسباب السياسية وليست الدينية. طب رقم 6 استخدم أهالي البندقية سفنهم في نقل الصليبيين إلى بلاد الشام. أقول له صح، أهالي البندقية وجنوة اللي هم المدن الإيطالية استخدموا السفن بتاعتهم علشان ينقلوا الصليبيين إلى بلاد الشام ويقدروا يحققوا مكاسب تجارية، ودي كلها من الأسباب الاقتصادية. طب رقم 7 تعد معركة حطين من أشهر المعارك في التاريخ الإسلامي. أقول له صح. طب رقم 8 انتهت معركة حطين بانتصار الصليبيين. أقول له غلط، اللي انتصر في معركة حطين على الصليبيين هو صلاح الدين الأيوبي. طب رقم 9 أظهر صلاح الدين التسامح والعفو عن أهل بيت المقدس عندما دخلها. أقول له صح، صلاح الدين تسامح وعفى عن كل أهل بيت المقدس. طب رقم 10 نص صلح الرملة على منع المسيحيين من الحج لبيت المقدس. أقول له غلط، صلح الرملة نص على السماح للمسيحيين للحج إلى بيت المقدس. صلح الرملة قال إن من حق المسيحيين يجوا في أي وقت يحجوا لبيت المقدس. طب رقم 11 فشل ريتشارد قلب الأسد في هزيمة صلاح الدين الأيوبي واسترداد بيت المقدس. أقول له صح، ريتشارد قلب الأسد ده ملك إنجلترا اللي كان جايب حملة صليبية جديدة علشان يسترد بيت المقدس، فشل في الانتصار على صلاح الدين وفشل في استرداد بيت المقدس، علشان كده هيقعد مع صلاح الدين ويعمل صلح اسمه صلح الرملة. طب رقم 12 ألغى صلاح الدين الضرائب التي كانت مفروضة على الحجاج المارين بمصر. أقول له صح. طب رقم 13 أنشأ صلاح الدين قلعة في القاهرة لتكون مقرا للحكم. أقول له صح. طب رقم 14 اهتم صلاح الدين بإصلاح أحوال الزراعة والتجارة ليزداد الإنتاج. أقول له صح. طب رقم 15 اهتم صلاح الدين بالتعليم فأدخل نظام المدارس العامة. أقول له صح، صلاح الدين أدخل نظام المدارس العامة. طيب بالنسبة لثالث سؤال عندنا سؤال اختياري وبيقول لي رقم 1 جاءت الحروب الصليبية إلى الشرق بقيادة ملوك مين؟ أقول له بقيادة ملوك أوروبا. طب رقم 2 انتصر الصليبيون في حملاتهم على الشرق مستغلين ضعف الدولة إيه؟ أقول له مستغلين ضعف الدولة العباسية. طب رقم 3 لو جابها لي بشكل مختلف بقى وقال لي أرسل الصليبيون حملاتهم للشرق الإسلامي مستغلين سوء الأوضاع إيه؟ ضعف الدولة العباسية. الدولة العباسية دي هي الدولة الحاكمة، والأوضاع تبقى اسمها أوضاع علمية؟ لا. أوضاع دينية؟ لا. اقتصادية؟ لا. سياسية؟ أيوة. يبقى مستغلين سوء الأوضاع السياسية. طيب بالنسبة للسؤال رقم 4 بيقول لي انتقل الصليبيون لبلاد الشام في بداية حملاتهم باستخدام سفن المدن إيه؟ أقول له باستخدام سفن المدن الإيطالية زي جنوة والبندقية. طب لو جابها لي بشكل مختلف في رقم 5 وقال لي سعت بعض المدن الإيطالية في الحروب الصليبية لتحقيق مكاسب، هل سياسية؟ لا. اجتماعية؟ لا. تجارية؟ أيوة. طب لو ما كانش جاب لي تجارية وجاب لي اقتصادية كنت اختار اقتصادية، يبقى لو جاب لي اقتصادية كنت اختارها. طب لو جاب لي تجارية اختارها برضه، لأن المدن الإيطالية كانت هتستفاد بنقل الصليبيين من أوروبا إلى بلاد الشام على السفن بتاعتهم. بالنسبة للسؤال رقم 6 بيقول لي أي من المدن التالية كان لها أهداف اقتصادية من الحروب الصليبية؟ أكيد طبعا جنوة والبندقية. مين فيهم في الاختياري؟ أقول له جنوة أهي، يبقى أختارها على طول. طب رقم 7 تولى صلاح الدين الأيوبي حكم؟ أقول له حكم مصر. وطبعا رقم 8 بيقول لي مؤسس الدولة الأيوبية في مصر هو مين؟ أقول له على طول صلاح الدين الأيوبي. طب رقم 9 استطاع صلاح الدين تخليص بيت المقدس من يد الصليبيين عقب هزيمتهم في معركة؟ أقول لك أول ما تسمع اسم صلاح الدين افتكر على طول معركة حطين، يبقى تختار على طول معركة حطين. طب رقم 10 عقد صلاح الدين صلح الرملة مع الملك؟ أقول له مع الملك ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا.
اما عن اخر سؤال عندي في الاختياري بيقول لي انشأ صلاح الدين الايوبي قلعة في مدينة، اقول له القلعة اللي عملها صلاح الدين الايوبي كان عاملها في القاهرة. طيب بالنسبة للرابع سؤال عندي بيقول لي أجب عما يأتي. رقم 1، بما تفسر تسمية الحروب الصليبية بهذا الاسم؟ احنا ليه قلنا على الحروب الصليبية اسم الحروب الصليبية أصلا؟ أقول له لأنهم اتخذوا من الصليب شعارا لهم. لأنهم إيه؟ لأنهم اتخذوا من الصليب شعارا لهم. طب رقم 2، بما تفسر انتصار الصليبيين على الجيوش الإسلامية في بداية حروبهم؟ لما الصليبيين جم في أول وقت خالص انتصروا على المسلمين ليه؟ أقول له بسبب ضعف الدولة العباسية. الدولة العباسية اللي كانت بتحكم العالم الإسلامي في الوقت ده كانت دولة ضعيفة، وانقسام الدولة الإسلامية إلى دول متنافسة، لدرجة إن العالم الإسلامي والدولة الإسلامية كانت متقسمة لدول بتتخانق وتتنافس مع بعضها. يبقى بسبب ضعف الدولة العباسية وانقسام الدولة الإسلامية إلى دول متنافسة. طب رقم 3، بما تفسر اهتم صلاح الدين بتنظيم شؤون مصر الداخلية؟ قال لك صلاح الدين قبل ما يخش ويحارب الصليبيين وينتصر عليهم في معركة حطين اهتم بتنظيم شؤون مصر الداخلية. ليه؟ قال لك حتى يجنب البلاد ويلات المجاعات التي تسببها الحروب، لأن في ساعة الحروب بيحصل مجاعات، علشان كده صلاح الدين اهتم بتنظيم شؤون مصر الداخلية. يبقى حتى يجنب البلاد ويلات المجاعات التي تسببها الحروب. طب رقم 4، بما تفسر أنشأ صلاح الدين الأيوبي قلعة في القاهرة؟ هو ليه صلاح الدين عمل القلعة بتاعته في القاهرة؟ أقول له لتكون مقرا لحكمه، مكان يحكم منه، ومكان لتدريب جيشه، مكان الجيش بتاعه يتدرب فيه، وحصن منيع للدفاع عن القاهرة، مكان قوي يقدر يدافع منه عن القاهرة. تاني، ليه صلاح الدين أنشأ قلعة في القاهرة؟ أقول له لتكون مقر لحكمه، ومكان لتدريب جيشه، وحصن منيع للدفاع عن القاهرة. طب بالنسبة للسؤال رقم 5 عندي بيقول لي بما تفسر قيام معركة حطين؟ ليه معركة حطين قامت؟ أقول له لأن إرناط انتهك الهدنة، رجع في كلامه وهجم على قافلة تجارية إسلامية وقطع الطريق على الحجاج المسلمين. يبقى تاني، لأن إرناط انتهك الهدنة وهجم على قافلة تجارية إسلامية وقطع الطريق على الحجاج المسلمين. طيب بالنسبة للسؤال رقم 6 بيقول لي بما تفسر إرسال حملة صليبية جديدة بقيادة ريتشارد قلب الأسد؟ أوروبا بعتت حملة صليبية جديدة بقيادة ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد ليه؟ أقول له لاسترداد بيت المقدس من صلاح الدين، علشان يرجعوا تاني بيت المقدس من إيد صلاح الدين. وطبعا ريتشارد فشل في الانتصار على صلاح الدين، علشان كده هيعمل مع صلاح الدين صلح الرملة. علشان كده السؤال رقم 7 بيقول لي بما تفسر عقد ريتشارد قلب الأسد صلح الرملة مع صلاح الدين؟ ليه ريتشارد قلب الأسد قعد مع صلاح الدين وعمل صلح الرملة؟ أقول له لأن حملة ريتشارد قلب الأسد فشلت في استرداد بيت المقدس من صلاح الدين، لأن الحملة بتاعت ريتشارد قلب الأسد ما قدرتش تنتصر على صلاح الدين، وكمان ما قدرتش ترجع بيت المقدس، فعلشان كده قعد مع صلاح الدين وعمل صلح الرملة. طب بالنسبة للسؤال رقم 8 عندي بيقول لي ما النتائج المترتبة على مجيء الحروب الصليبية على الشرق؟ ايه اللي حصل لما جت الحروب الصليبية على الشرق؟ اقول له تعالى، استولوا على العديد من المدن في بلاد الشام زي الرها وانطاكيا وطرابلس وبيت المقدس، وقتلوا آلاف المسلمين العزل. تاني، استولوا على العديد من المدن في بلاد الشام زي الرها وانطاكيا وطرابلس وبيت المقدس، وقتلوا آلاف المسلمين العزل. طب بالنسبة للسؤال رقم 9 عندي بيقول لي ما النتائج المترتبة على فشل حملة ريتشارد قلب الأسد لاسترداد بيت المقدس؟ ايه اللي حصل لما ريتشارد فشل في انه يرجع بيت المقدس؟ اقول له عقد ريتشارد قلب الأسد مع صلاح الدين صلح الرملة، قعد مع صلاح الدين وقعدوا عملوا صلح الرملة علشان فشل في انه يرجع بيت المقدس بالقوة، لانه ما قدرش ينتصر على صلاح الدين، فعلشان كده قعد مع صلاح الدين وعمل صلح الرملة. بيقول لي دلل، استفادت بعض المدن الإيطالية اقتصاديا من الحروب الصليبية على الشرق. اشرح لي واثبت لي ازاي بعض المدن الإيطالية استفادت من الحروب الصليبية. اقول له حيث قامت جنوة والبندقية بتحقيق مكاسب تجارية عن طريق ايه؟ عن طريق نقل الصليبيين على سفنهم الى بلاد الشام. كده قدرت تحقق مكاسب تجارية، وبالتالي قدرت تستفاد اقتصاديا. يبقى لما حد يقول لك دلل استفادت بعض المدن الإيطالية اقتصاديا من الحروب الصليبية، اشرح لي وقول لي ازاي. اقول له حيث قامت جنوة
البندقية بتحقيق مكاسب تجارية عن طريق نقل الصليبيين على سفنهم إلى بلاد الشام. طب بالنسبة لآخر سؤال عندي دلل وبيقول لي وضع صلاح الدين الأيوبي سياسات للتخفيف من متاعب الحياة على الناس. اشرح لي وقول لي ازاي صلاح الدين قدر يخفف من متاعب الحياة على الناس. أقول له حيث دعم الفقراء، قدم دعم للفقراء، وألغى الضرائب التي كانت مفروضة على الحجاج المارين بمصر. يبقى ازاي صلاح الدين قدر يخفف من متاعب الحياة على الناس؟ أقول له حيث دعم الفقراء، جاب الفقراء ودعمهم، ادالهم فلوس، وألغى الضرائب التي كانت مفروضة على الحجاج المارين بمصر. وبكده نكون خلصنا أسئلتنا على رابع درس عندنا. ما تنساش تنزل تحت الفيديو علشان تحمل الأسئلة. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحتو.